مشاهدي الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سعيد بلقائكم مرة أخرى. بغيت نشارك معكم واحد تعليق، جوج تعاليق. واحد الأخت مشكورة على المتابعة وعلى التفاعل، صيفطتوا لي على الخاص. التعليق هو هذا اللي كتشوفوه هنا الأول. أنا نقرأ لكم، نقرأ في الشاشة لهي. السلام عليكم دكتور، أنا أيضا تبعت الحمية، كنت لا أعاني من أي مرض، لكن بعدما تبعت هذه الحمية ابتعدت عن الحليب والسكر والخبز. أصبحت أعاني من عدة مشاكل. أصبحت أعاني من تشنج العضلات وألم المفاصل. أنا عمري 50 وأصبحت كأني عمري 90. لا أستطيع حتى رفع كأس، ولا أستطيع أن أحرك يدي. أصبحت أوشك على الإعاقة وبدأت في تناول مكملات. من حسن حظي استيقظت ورجعت آكل كل شيء كما كنت وابتعدت عن الحميات، والآن الحمد لله بدأت أرجع لصحتي. طبعا أنا عرفت الحمية ديال من تسولتها، قلت لها واش الحمية ديال محمد سعيد. قالت لي محمد سعيد وكريم علي. بعد كتبت لي الحمد لله وليت كناكل عادي وحسيت بالصحة ديالي بدات كتحسن. ومن بعد كتبت لي واحد تعليق اخر، هو هذا اللي كتشوفوا لتحت هنا. انا لا اعاني من اي مرض الحمد لله، لكن بدات المشاكل الصحيه والعجز عن المشي كل صباح عند الاستيقاظ. لا استطيع التحرك الا بعد مرور ساعات منذ ان بدات الحميه، وانقطعت عن الخبز الحليب ومشتقاته والسكر. شكرا دكتور. دابا هاد الحاله هذه راه ضربوها بشي 100,000 ولا مليون ديال البشر اللي وقع لهم هاد الشيء هذا. السيده ما كتعاني حتى لشي حاجه، ما عندهاش مشاكل، وبغات دير الحميه. ما عرفتش علاش بغا دير الحميه دي. علاش الانسان باغي يدير واحد الحميه وهو ما كيعاني حتى حاجه؟ عندك مشكل صحي، بغيتي دير الحميه باش تهلا بصحتك، كل اكل متوازن متنوع معتدل، ومارس شويه د الرياضه. السلام عليكم، ومرضنا معاه. بس بغيت تنقص الوزن، دير واحد الحميه متوازنه، غتنقص في الكميات، تاكل كل شيء وتنقص شويه في الكميات من هنا لهنا، وغتضعف مع الرياضه وتنعس شويه مزيان وتبعد على التوتر الى اخره، وانت غتضعف. لا ما تقطع لا خبز لا حتى حاجه. الخبز نقطعوه ملي تيكون عندنا مشاكل، الا عندنا حساسيه ديال الجلوتين مثلا نقطعوا الخبز. الحليب نقطعوه الا عندنا مشكل مع اللاكتوز، مع السكر اللي في الحليب. اما نجي نبقى نقطع انا الخبز، قطع الخبز وقطع الحليب وقطع القهوه وقطع كذا، قطع القهوه مع الحليب بدون اي سبب، هذه راه ماشي حميه، هذه راه سميتو تخربيق. وهذوك اللي كتقول تبعوهم كيخربقوا حتى هما، وانتم واقعين ضحايا ديال هاد الناس هادو، هاد الدجال. انا كنسميهم الدجال هادو، كيضحكوا عليكم شويه ديك الكلمات ديالهم، داك الكلام المنمق، وصحابكم راه بصح. ها هي السيده كانت بخير عليها، عندها 50 عام، يعني مازال شابه. يعني 50 عام راه الانسان مازال صغير. تتقول بان ولات بحال عندها 90 عام. طبعا ما عندكش الطاقه، تاكلش الخبز، ما تاكلش السكر، ما تاكل حتى حاجه. شنو تاكل؟ ما عرفتش انا كي درتو نتوما اقتنعتوا. كي دار الانسان اقتنع انه خصو يقطع الخبز وخصو يقطع السكر وخصو يقطع الحليب والمشتقات ديالو بدون اي سبب، كي درتو اقتنعتوا. نتوما كتشوفوا بان الالاف الملايين الناس كيشربوا الحليب وكياكلوا الخبز وكياكلوا السكر وعايشين حياه عاديه، ما كاينش مشكل. وهذا الشيء راه مؤسف. لان الحمد لله هذه فقط ولات كتاكل الاكل عادي. راه كاين الناس اللي كيدخلوا في الكآبه وكيدخلوا في امراض سلوكيه، يعني اضطرابات سلوكيه في الاغذيه ديالهم. يا اما تيكرهوا الماكله في مره، تيضعفوا بزاف، تيولي فيهم غير العظم. كاين راه مئات ديال العيالات تيكتبوا تيقول لك حنا ضعفينا بزاف وبغينا نردوا الوزن ديالنا.
ولا كيدخلوا في النهم العصابيه. يعني بنادم تيبدا ياكل اللي كان قوه الحرمان اللي كيتحرم، كيبدا ياكل اللي بنت اللي خاصه السكريات، وكيغلط ديك الساعات، كيغلط اكثر من اللي كان في الاول، كيدخل في واحد المشاكل اخرى. الله يجزاكم بخير. ما خصو الانسان بغيتي دير حميه، سير عند واحد الخبير ديال التغذيه يعاونك. خبير ماشي تيك توك، خبير اللي عنده عياده وقاري وعنده الدبلوم الى اخره. هادو اللي كتشوفوا هنايا 99.99% ماشي مختصين في التغذيه. نقولها لكم، عندك اصحابكم راه مختصين في التغذيه، ولا يقول لك انا خبير في التغذيه العلاجيه. ما خبير لا في التغذيه العلاجيه لا حتى حاجه. ما يمكنش خبير في التغذيه العلاجيه، ما يمكنش يقول لك ما تاكلش الخبز وما تشربش الحليب بلا سبب. سميتها التغذيه العلاجيه، يعني كيعالج المرض. وباش يحيد لك الخبز، واحد الخبير التغذيه العلاجيه باش يحيد لك الخبز خصو يكون واحد السبب وجيه. باش يحيد لك الحليب خصو يكون واحد السبب وجيه. اما يقول لك حيد الحليب والخبز غير هكاك وصافي، ما كاينش هذا الطريقه. هذا راه ماشي علم، ما كاينش علم هنايا، غير تخربيق. حفظكم الله جميعا من الامراض ومن الدجاله بحال هاد الناس هادو. السلام عليكم ورحمه الله.